اعلنت طبعا شركه دي جي اي رسميا عن ملكه الكاميرات الفلوجينج، هي طبعا الاوزمو بوكيت 4. طبعا الكاميرا دي النسخه اللي فاتت منها كانت مكسره الدنيا اللي هي البوكيت 3. طبعا اول تطوير حصل طبعا في الشاشه، طبعا ان اضاءه الشاشه طبعا بتوصل ل 1000 نيتس. طبعا زمان كانت في البوكيت 3 كانت 700 بس، يعني دلوقتي طبعا هتقدر تشوف تفاصيل كادرك كويس بوضوح لو انت طبعا بتصور تحت اشعه الشمس المباشره. طبعا تاني تطوير حصل طبعا هنا في جوده تصوير السلو موشن. طبعا الكاميرا طبعا بتصور لحد 4K لحد 240 هرتز في الثانيه. يعني مثلا لو بتعمل مثلا انبوكسنج لاي حاجه مثلا او بتصور منتجات، طبعا هيفرق معاك جدا في سلوسه ونعامه الفيديوهات، وهيديك طبعا الاداء بتاع الكاميرات الاحترافيه الغاليه جدا. وطبعا نيجي هنا للتغيير الثالث اللي حصل في الكاميرا. طبعا في البوكيت 3 كان نظام التتبع طبعا اكتيفيتي تراك الاصدار السادس، لكن طبعا مع البوكيت 4 طبعا نزل احدث نظام اللي هو اكتيفيتي تراك الاصدار السابع. فطبعا هنا الذكاء الاصطناعي بيبقى اسرع شويه، وبيلقط طبعا الوش ويثبت عليه مهما كانت حركتك سريعه او عشوائيه. الفوكس بتاعك هيكون دايما مسيطر. الحل الرابع هو اهم حل في الكاميرا طبعا، وطبعا هي اكتر مشكله كانت بتقابل صناع المحتوى طبعا، هي المساحه الداخليه، انك ممكن تنسى مثلا الكارت الميموري او الحاله اللي انت حاططها فيه. لكن دلوقتي مع البوكيت 4 طبعا المساحه طبعا ضافوا مساحه 107 جيجا. وطبعا في تحسينات طبعا على جوده تصوير الصور والفيديوهات. طبعا قول في التعليقات طبعا شايفها تستاهل الترقيه ولا لا من البوكيت 3 للبوكيت 4. وما تنساش تشوف المراجعه الكامله على القناه، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.